لفتت الفنانة الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء لعرض فيلم دخل الربيع يضحك في مهرجان القاهرة السينمائي إنها بسنت صيام ابنة الفنان أحمد صيام. ظهرت بسنت صيام على السجادة الحمراء بإطلالة أبرزت رشاقتها، وارتدت جاكيت باللون البيج وجيبة قصيرة من نفس اللون مع بلوزة لامعة. وفي وقت سابق كشف الفنان أحمد صيام تفاصيل إصابته بمرض سرطان الرئة الذي يعاني منه منذ سنوات، وذلك بسبب كثرة التدخين، وقال: الحمد لله المرض خلص من 17 سنة ولن يتجدد معي، أنا دلوقتي بخير وبشكر ربنا على نعمه عليا. جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صيام كانت مشاركته في مسلسل حق عرب، وبالتعاون مع النجم أحمد العوضي الذي عرض خلال موسم رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا. أحمد صيام من مواليد 20 نوفمبر 1953، ممثل مصري ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة